إنسان مفقود والخزي والآر من نسي. أولا مبروك الانتصارات، أمنا وأخوتنا وخالتنا ندوية. يا بقى لك والله فتحية لك والله، وتحية لك جدا يا أم جيش. كلنا الله حكامان في يسلمك. أبوران، الداير داير والما داير زاد يبقى له. شكرا لك جزاك. فتحية تسلم لك يا أم جيش الزولة دي، كيف وأبو تمام؟ يوسف وسعدون وأبو حمزة يا سفيان. هجين. كويس على تمام، ما لها وجه. كويس، هاي عايزها المنطقة تسمع اكسي في كويسة؟ تسمع في كلامك ده ذاته المنطقة اكسي كويسة. كويسة؟ كويس سلم على كويس عليها ما لها شديد. وجه. كل الأمور سلم تمام. عليها. حتى أبشر 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 وقت الخالي إن شاء الله. بس شبكتنا يا كعب، شبكتنا يا عارفة، أخي، هاي عارفة. وما بسمي لنا والله في لايف، عشان كده الصوت عارفة. متقطع. وصوت ما صوت تقريبا صوت البتاع كعب شديد، صوت كعب. الشبكة عندنا شينة شديدة، أتمنى إنه سامعيني أنتوا. سامعينك يا هجين، سامعينك، اتفضل. طيب قال لي صوت واضح. اولا يا اخي تحيه كل المجاهدين يا جيش، احنا والله كويسين كلنا في اتم الصحه والعافيه، وفي في فرحه بتاعت الانتصارات جميعنا كلنا، سواء كان هجين اسيا اي رفيق من الرفاق متوكل. كل الرفاق هنا كويسين الحمد لله في اتم الصحه. عندنا رفاق ايوه معانا من ضمن الناس اللي كانوا بيطلعوا معانا لايفات، امثال الرفيق جوليوس، وامثال سعادته اضرب الناتج الرسمي في المشتركة. يا ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعلهم من أهل الجنة. أما الباقية كلنا والله كويسين، نبشركم تبشيرات كامل بأنه نحن في أتم الصحة والعافية، وما زال مستمرين في قضية فاشر لن تسقط بعد. إننا كلكم شايفين وينكم، يا ما بدون جماعة انه احنا بدون نتكلم. قطاع انتم للكلام، شايفيننا آسيا بنقول خليفة وشايفيننا عايشة يا بنعمل جماعة. كلمات منخصة. آسيا فالشيء الخليفة المهم والاهم عايشة، ولها كل التحايا ولها كل السلام والتقدير والاحترام. واصل يا هجين. يا ابشر، انا شبكتي كعبه والله، الشبكه ما بسمي لي كعبه شديد، صوتي بقطع ما سامع منكم حاجه. والله الشبكه عندي كعبه شديده. انا نمشي ونجي. مشكلة يا حجي، صوتك واصل واصل لكن نزل. تحياتي لك. واصل يا يوسف، تحية لك. تحية لك يا هجين يا أخي، وصوتك واضح والله، وصوتك واصل ما محتاج إنك تتكلم. فيبقى يا إخواننا نكمل في الفكرة بتاعت إنه خلاص الدولة دي في الوحدة الحاصلة هسه حاليا دي، تمام. والناس الأسي حاليا هم القائمين على الوحدة دي، والكيانات والمكونات الأسي حاليا قايمة على الوحدة دي، كونه هي تصد عدوان مشاركة فيه 22 دولة، ممول تمويل مفتوح السلاح. الحاجة دي بتخليك انه تطمن انه الناس دول حيبنوا لك وطن يحترمك. فيبقى خلاص كده يا معلم الكلام جيم اوفر. فكونه اسي حاليا حتى المنصات اللي بقت تروج اسي حاليا وبتناشد في أصهري مبارك تقول له نحن ابناء شمال وما اعرف ليه بتوطن الناس ديل هنا، ودي بدايه لتوطين. حتى الصفحات دي خشوا التعليقات شوفوا البله اللي مبلوله قاعد يبلوه الناس ديل. ما خلاص المواطن السوداني امن على الفكره دي، ومن خلال التامين ده دعم. ما في دوله سودانيه حتتبني وتحترمك فيها قحاته فيها جنجويد، الموضوع ده انتهى. حتى على الصعيد الدبلوماسي نفسه كويس، حتى على الصعيد الدبلوماسي. هنا التحيه لولي العهد، والتحيه لعيال سلمان، تمام، والتحيه للناس اللي لبوا الندى وفوا العهد، تمام. بنوصل لهم كل التحايا. والحاجه اللي حصلت امبارح دي بتوريك انه ترامب ده كان فاكر الموضوع مختلف تماما. الصميم. هي صحفية شفنا في سويقونا بتاع القحاطة والدعامة، الصوت ده بصلاة، وأي صحفية صوت بصلاة، وأي إعلامية ومذيعة الصوت بصلاة. ويلا بعد ده الكشة تعين الباقي كله. كل زول
الذكي اسكت ويلبت، وعاد اللي بيحرقوا الكلام بيتململ. شفتوا حكامة الجيش دي؟ شفتوا حكامة الجيش دي لما تقوم قسما بالله يقعد لكم في العزيزة. ده لو اوريك المتحركات عاملين فيها مفتحين، جايين تشغلوا الراي العام، جايين تشغلوا السودان. دقيقة يا ود امي، جايين تشغلوا السودان، تشغلوا الراي العام، بنرسل لكم واحدة عشان تشغلوا بها الراي العام. انتوا نسيتونا نحن قاعدين فاتحين بس خشومنا ده اضاني دي بس راخياها. شفتوا الاعلام ده؟ الميديا دي خلوها لي انا. اي زول جايكم نعمل لكم رجه في الميديا وعمل لكم وقاعده خلوا لي بس انا. واللي عنده جمهور اللي اكثر مني اللي يقف قدامي. فهمتوا؟ اللي عنده جمهور اكثر مني بيشغل الميديا دي خليه اللي يقعد في النص ويتكلم. تلعبوا مع منو؟ انت تلعب معي انا يا حلو؟ ها؟ تلعبوا مع منو انتوا؟ مع الجيش؟ مع الجياش؟ تعبتوا والله العظيم. حسوا وينكن؟ جيتوا عملتوا جوطه وجيتوا صوتوا الدنيا وده نحن صاحين، نحن ما في الميدان، لكن صاحين مع الجيش ده. اي زول بيرفع راسه بنرمي له راسه في الارض طوالي. تعبتي ساكت يا يمه، مشيتي يا يمه، لونك زرك يا يمه، بشتنتي السواد يا يمه، بالتاتشيرات وبالتراب وبالخلا. وينه؟ استفدتوا شنو؟ تحية يا يمه خادم الحرمين، سلام. انا يا ندى اقول لك خشمك ده لمي. لكن والله العظيم خشمي ده لا اغنيه مصري الله امريكيه. ها لا لمي والله. لو حط الله ما غني الا لخادم الحرمين. اوريكم الطبال اللي على اصول على اصله مع السودان ما غني الا انا. نعم الحرب والضرب. انا معي واحد من ما تنسى ترام ما تنسى. والله يا جماعه انتوا بتعرفوني كويس. في زول قال لي يا ندى بتحبي كلمه كده ما بقدر اقولها، يعني بتحبي تغيظي كده او يعني بمعنى انك تمغرزي وكده، ما بحب اقول الكلمه دي، معلش يا جماعه. لكن يا جماعه انتوا لانكم ما يعني في ناس كثيره ما بتعرف تلعب على نفسيات الناس زي انتوا عارفيني. انا ده ما اسلوبي طيله حياتي الفنيه، ما اسلوبي. لكن انا شفتوا خلي يقولوا جونه، خلي يقولوا بتاعت مغارز، خلي يقولوا سبع ذمته، مش غناي ده بيلعب على النفسيه بتاعتهم. انا بغنيه. نحن في كرامه بل بتقدر عليه، انت شفت تدعم الجيش ده، شفت كده. بالمناسبه الصوت واللي الغنى ده اقوى من السلاح، عشان كده انا ما في شيء بيسكتني. اي زول داري يعمل فرعون على السودان ده بقوم عليه. تذكروا من المذيعه ديكا طول، ما في داعي لذكر الدوله، انتوا فاهميننا. لما اتطاولت على السودان انا ما كان ردي لها شنو؟ برد الغنى ده.